السلام عليكم. تعالوا كده ان شاء الله النهارده معرض لحضراتكم مجموعة من الحمام للبيع. المجموعة كلها بصراحة ممتازة، مجموعة فيها انواع من الحمام كويسة جدا. الناس اللي بتدور على الحمام الكينج ان شاء الله البيور. وده اول جوز معانا، الذكر ما شاء الله تبارك الرحمن مستواه كويس جدا، وكمان النتاية مستواها كويس جدا. الحمام ده حمام ولاد استيراد مباشر ما شاء الله تبارك الرحمن. الذكر اللي هو السيلفر، اما النتاية البيضة طبعا صورناهم بوضوح، لان جوز الحمام ده جوز حمام كينج، اللي هو الناس اللي بتدور بقى على الكينج الاصلي. ده كينج اصلي حجم بصراحة، والاهالي عندهم بتلحم العش بالعش، وهنشوف دلوقتي باقي الحمام. ده جوز ده الذكر اللي حضراتكم شفتوه. اما دي النتاية عليها لسه ريشة، يعني لسه صغيرة في السن، ومع ذلك ما شاء الله باضت اول بيضة. وده ان دل على حاجة يدل على ان حمام ان شاء الله صحته كويسة، حمام هرموناته متظبطة، واهاليه صاحب الحمام مش بيخلي الحمام او مش بيحضن للحمام. الحمام اللي تحب تاخده وفعلا تاخد منه انتاج فيما بعد، الحمام اللي مش بيحضن له بعض الناس البيض. ده اول جزء. الجزء التاني جزء من الحمام الرومي، اصول طيبة من الحمام. اصل الحمام ده النتاية لاحم على كينج، اما الذكر روماني على رومي، وما شاء الله تبارك الرحمن الزغاليل زي ما حضراتكم شايفين صحة وكمان حجم كويس جدا. وده اظن ان كل الناس اللي بتدور عليه، او الناس اللي حابة تربي الرومي اللي له اصول. يعني الرومي انواع يا جماعة، في انواع بتبقى من اصول كويسة، او بتبقى التركيبة بتاعت الاهالي نفسها كويسة. زي دول الاصل لما يكون من الحمام الكينج على اللاحم، وكمان رومي على الروماني، بصراحة حاجة طيبة جدا، وبصراحة باين على مستوى الزغاليل زي ما حضراتكم شايفين. مستوى الزغاليل كويس جدا، ومستوى الاهالي كان برضو بصراحة يعني شفته قبل كده كان كويس جدا. حمام رومي من الناس اللي بتدور على الرومي الأصلي، الرومي الكويس، والأهالي كمان بتلحم العش بالعش. يعني دولت زغاليل لسه ما فكوش ريش، وفي 2 اخواتهم برضو يعني لسه هيظهروا دلوقتي حالا لحضراتكم. الجزء اللي بعد كده ده جزء من اللاحم الفرنسي البيور. ده تقريبا عليه حوالي عن 3 ريشات، حاجة كويسة جدا. هو صاحب الحمام بأمانة، بعض الناس اللي بتبعت لي الحمام احيانا مش بتبقى عارفة عليه ريشة عليه 2، فهو لسه ما اشتغلش بس على وش شغل. يعني ممكن حضرتك تاخده اسبوع 2 3 بالكتير ان شاء الله يديك انتاج، لو حضرتك بتهتم بالكلفة والحاجات دي. مادام فرد الحمام عدى ال5 شهور، يبقى كده ممكن نقدر نقول اللي هو عليه ريشة او 2، يعني او على وش شغل. هما بصراحة جزء كويسين جدا من الحمام اللاحم الفرنسي البيور ما شاء الله. والحمام اللي بيبقى حجمه الى حد ما مش كبير ده بيبقى حلو جدا على فكرة في الانتاج، وكمان زغاليله بتبقى كويسة جدا. الاهالي عند الراجل بيقول بتلحم العش في العش، وباين اصلا على الحمام ما شاء الله تبارك الرحمن اللي انا عرضته كله. ده جزء برضو من الحمام اللاحم الفرنسي البيور ما شاء الله. ربنا يبارك ان شاء الله للبايع، وكمان يبارك ليه المشتري. تقريبا ده انا كنت عرضته، وكان في حد فعلا كان عاوزه واتحجز ليه، لكن يعني هو كان من الصعيد وحاجة زي كده، فمعرفناش نوصله الحمام، فاضطرينا ان احنا نعرضه تاني لو حد محتاجه او حد عاوزه. المجموعة كلها بصراحة مجموعة كويسة، ومن اصول كويسة للناس اللي بتدور على الانتاج العالي، وكمان بتدور على الاهالي اللي بتكون هرموناتها متظبطة. فبالتالي الزغاليل او الحمام اللي بيكون على وش شغل، لو حضرتك اديته الاهتمام واديته كلفة كويسة، وكمان املاح معدنية، وسقيته مية نظيفة باستمرار، مية مفيش فيها
إخراج أو يعني بتغيرها باستمرار، الحمام ان شاء الله يديك خير ومش هيبقى فيه اي مشكلة نهائيا. الجزء اللي بعد كده يعني شوف ده نفس الجزء اللي احنا عرضناه من البداية، اخوه يعني ما شاء الله يعني صاحب الحمام بيقول ان هو بيكون لسه زغاليل عمرها لا يتجاوز 12 يوم، وبيلاقي الجوز ده بيلحم عنده العش في العش، فده حاجة بصراحة جميلة. وده لان هو داخل فيه كنج وداخل فيه لاحم، والرومان احنا عارفين من افضل انواع الحمام بصراحة في الانتاج. فان شاء الله جوز الرومي ده او جوزين الرومي دولت بصراحة حاجة كويسة جدا، حجم وصحة، وكمان اهالي بتلحم العش في العش، فيعني ده ان دل على حاجة يدل على ان اهالي من اصول طيبة وحمام مستواه كويس جدا. بعض الناس بتحب تاخد الزغاليل عندها تربيها على ايديها، وفي ناس بتحب تاخد حمام يعني على وش شغله، وفي ناس بتحب تاخده شغال. كل واحد بيكون له نظام في طريقة التربية عنده. الصراحة مجموعة الحمام كلها ممتازة وحاجة كده كويسة، ومدام أصول الحمام نفسها بتبقى أصول طيبة، بتبقى بصراحة الحمام فيما بعد إنتاجه كويس جدا. دي زغاليل اعتمدت على نفسها اعتماد كلي، يعني بتحط الأكل بتاكل وبتشرب، مفيش فيها أي مشكلة خالص. دولت إخوات الجوزة، فيهم جوز كان النهاردة برضو من البداية النتاية سبحان الله، هو الذكر سيلفر بيطلع الذكر برضو سيلفر، والنتاية بيضة فبتطلع النتاية بيضة ما شاء الله. دي حاجة جميلة جدا. بعض الأحيان لما بيكون الذكر سيلفر والنتاية بيضة ممكن يطلعوا كده زغاليل مشكلة أو حاجة. دول سبحان الله النتاية طالعة للنتاية بالظبط والذكر طالع للذكر بالظبط، دول عليهم ريشة واحدة، وما شاء الله بدأ زي ما حضراتكم شايفين يبقى فيه تزاوج وحاجات زي كده. واخواتهم برضو اللي هم بايضين بيضة دول يعني هما جوزين تقريبا زي بعض، واحد عليه ريشة والتاني ان شاء الله عليه بيضة اول انتاجهم. ففرق يعني ما فيش بينهم وبين بعض حاجة، فرق بينهم وبين بعض تقريبا صاحب الحمام بيقول حوالي عن 20 يوم. ده جزء من الحمام اللاحم الفرنسي برضو زي ما حضراتكم شايفين. اللاحم الفرنسي يا جماعة للناس اللي بتسأل، اللاحم الفرنسي البيور بيكون حجمه مش كبير، بيكون حجمه كده زي ما حضراتكم شايفين. يبدو على شكل الحمامة ان هي ضعيفة، لكن بتيجي تمسكها بايدك بتلاقيها ما شاء الله حجمها مال الايد، وبتبقى زغاليلها كويسة جدا، مش بتبقى قليلة ولا حاجة على فكرة. يعني هو بيكون يعني في الحجم اكبر من الزاجل بشوية، لكن مش بكتير بصراحة. لكن حجم اكبر من كده وحاجات من دي بيكون مش لاحم فرنسي بيور، ممكن يكون خليط او حاجات من دي، لان ده ناس كتيرة جدا بتتكلم في الموضوع ده. بالمناسبة بعض الناس مفكرة ان اللاحم الفرنسي بيور سواء كنا غزناه او ما اكلناهوش او حطينا اي كلفة وخلاص، هو مدام لحم مش مهم نهتم بيه وهو كده كده انتاجه بيكون حلو. ده كلام خاطئ بالمرة. الحمام لو ما تغذاش كويس، لو هو حتى نوعه كينج بيور برضو ما بدلكش انتاج. اي نوع من انواع الحمام بيكون انتاجه طيب وانتاجه كويس، ده بيكون على حسب اهتمامك بيه. كل ما اهتميت بالحمام كل ما ان شاء الله ادالك خير كويس جدا، كل ما اديته املاح معدنية وانواع من الاكلات او من الحبوب نضيفة كويسة خالية من السوس ومن الدود والحاجات دي كلها، بيديك خير وما شاء الله ربنا يعني بيرزقك منه كويس جدا. اهملت بقى في الاكل وفي المية وحاجات كده، يبقى الحمام بصراحة مش احسن حاجة. الحمام اللي انا عرضته زي ما حضراتكم شايفين انواع مختلفة من الحمام، في حمام عليه ريشة وفي حمام عليه ريشتين، حمام اللحم فرنسي بيور، وكمان كينج بيور بإذن الرحمن. المجموعة كلها بصراحة حلوة. وده جزء تاني اهوت من الحمام اللاحم الفرنسي.
الناس تتفرج على الفيديو براحتها، واللي يعجبه الحمام وكمان يعجبه أنواع الحمام يتفضل يتواصل معنا. موجود حمام عليه ريشة، وموجود حمام عليه ريشتين، موجود حمام زي الحمام الكنج، هما 2 اخوات او جوزين اخوات، واحد عليهم ريشة والتاني عليه باض تقريبا اول بيضة، يعني الجوز الكنج ده اول مرة يبيض البيضة الاولانية. اخواتهم سبحان الله نفس شكل الاهالي بالظبط، زي ما قلت النتاية بيضة، اما الذكر اللي هو السيلفر. والاهالي دي ما شاء الله تبارك الرحمن بتلحم العش في العش، كنج بيور اصلي، هرمونات مظبطة. ودي احلى حاجة ممكن نقدر احنا او للناس اللي بتدور على حاجة كويسة. كل ما كان هرمون جسم فرد الحمام متظبط كل ما كان انتاجه بيكون كويس، وهرمون فرد الحمام بيكون مظبط من العيشة الطبيعية، او لما احنا بنسيبه يأكل زغاليله وينام على بيضه، فبنيجي نبص انتاجه بيكون طيب جدا، وكمان حمام بيكون كويس. الناس تتفرج على الفيديو براحتها، واللي يعجبه حاجة تفضل يتواصل معي.